ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناه ايمي ميكسولوجي. والنهارده انا لسه راجعه من الشغل ونفسي هفاني على برجر بعد ما شفت امبارح فيلم المنيو. عايزه اقول لكم الفيلم رائع رائع رائع، والبطله كانت في نهايه الفيلم بتاكل سندوتش البرجر بعد ما الشيف المختل عقليا ولع في كل الابطال. فالنهارده وانا راجعه لقيت الجزار قافل، والحمد لله عشان ما اتخضش من الاسعار. فطلعت على السوبر ماركت وكان قدامي اختيارين، يا اما نجرب برجر اطياب اكسترا عيش اكسترا فول صويا، يا اما نجرب اللحيمي عيش اكسترا اكسترا وفول صويا اكسترا اكسترا. هنشوف مين افضل فيهم وهنعمل منه النهارده احلى سندوتش برجر. 2 برجر اللحيمي واطياب. لو بصينا على اللحيمي هو تقريبا ما فيهوش لحمه من شكلها، يعني ممكن يكون فيها اي حاجه تانية الا اللحمه. طبعا عيش فول صويا منكهات وهكذا. نيجي الاطياب، انا حاسه ان في حته لحمه وحته قرقوشه، شايفينه كده؟ فانا هشتغل باطياب. اول حاجه هنبدا بتقطيع طماطم طرنشات ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. وهنا طبعا انا بقطع البصل عشان هبدا ان انا اكرمله. في طاسه زبده وهننزل بالبصل، شويه زعتر، وهننزل بالصويا صوص، ايوان صويا صوص، وبعد كده عسل اسود، ايوان عسل اسود، ونزود كده ونسيبها تتكرمل على نار هاديه. نجهز بقى صوص البرجر الخطير، شوية كاتشب على شوية مايونيز على مستردة، وهنحط طبعا رشة فلفل أسمر ونقعد نقلب نقلب نقلب. نيجي بقى في الطاسة الكبيرة على نار حامية جدا، نروح حاطين كام رشة زيت وننزل بالبرجر الخطير. وبعد كده هنجهز الكايزر، طبعا كده قطعناه، ونبدأ ان احنا نحط الصوص الخطير بتاعنا على كل قطع الكايزر. ننزل بقى بقطع الطماطم تك 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 تك. وبعد كده ننزل بقطع البرجر اللي ما فيهاش برجر الخطيرة، وطبعا مش ناسيين البصل المكرمل. ومعانا صوص البرجر الخطير وصوص التومية. وهنا بقى انا هجرب البرجر، وعايزه اقول لكم انه يم 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 كان تحفه. بغيظكم بقى. واضح قد ايه لذيذ. شايفين اللغوصه؟ تحفه. وشايفين هنا الحشوه؟ يمي يمي يمي. وفي النهايه يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تتفرجوا على فيلم ذا منيو.